النجم أحمد عز في القاسة في وكالة ناسا. أنا كنت ماشي في حالي ومركز مع كوكب عالي، والحجر ده فجأة جالي، هنكت بلمت تنحت وانا قلت خلاص مش اشكالية، انا هدرس طبيعته الصخرية وهي حتى تكون خدمة وطنية، وشطحت سرحت فارتحت. القاسة في وكالة ناسا، القاسة في وكالة ناسا. بطولة النجم صلاح عبد الله، إيمان العاصي، سعيد طرابيك، عايدة رياض، محمود البزاوي، نادين سبع، وطارق الإبياري. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تكسرني. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تكسرني. تأليف محمود البزاوي، أغاني رشا البنا، ألحان هاني النبيل، توزيع خالد نبيل، إنتاج رايت ماركتينج. أيوة أنا اسمي حسن القاسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إن قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أيوة أنا اسمي حسن القاسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إن قابلتني غلاسة، فرحت ونجحت وفلحت. أنا كنت ماشي في حالي، ماشي في حالي، ماشي في حالي. القاسة في وكالة ناسا، القاسة في وكالة ناسا. القاسة في وكالة ناسا، إخراج عبد المقصود محمد. وانا بقى مش هبلغ عنك. تكون عملت فينا معروف يا يوسف بيه. اسكت انت يا بدوي، كلامك مش متوافق مع مسار الريح. لا بصراحة مش عاوز اعمل منك بطل قدام بنتي الوحيدة واللي انت طمعان فيها. لا انا مش طمعان فيها. امال كنت عاوز تتجوزها ليه؟ انت عارف انا كنت عايز اتجوزها ليه؟ انا طمعان في الحجر. يعني ما بتحبهاش بابا. اسكت انت خالص، انا بس حبيت اوريهولك على حقيقته، هو الوحيد اللي عارف قيمة الحجر اللي عندي، عشان كده عايز اسرقه ويبيعه، وبيعه حجر زي ده تخليه يشتري بفلوسه اللي احسن منك واجمل منك. أليس لهذه الملحمة من نهاية؟ اتفضلوا من هنا حالا فورا، ولو حسيت ولا شميت ولا عرفت انك هوبت ناحية الفيلا هنا هضربك بالنار، سامعني؟ بالنار. وهو حرامي كان جاي يسرقني ودافعت عن نفسي فقتلته. يلا يلا يلا. أوه، نهاية مأساوية لبطل تراجيدي. وهو البوليس قبض عليه عشان يبقى يتعلم ويتربى. وانا اتدغدغ وتنقط من رقبتي. بس بصراحة ما شفتش حد في رجولتك ولا حتى في جدعنتك. مش لو قمت من الرقدة اللي انا راقدها دي يا امي. جلال جرالك ايه يا اخويا؟ مالك يا جلال؟ انت ايه اللي جابك؟ ايه وشك انقلب ليه اول ما شفتني؟ وانا بقى فيا وش عشان اعرف اقلبه؟ ده اللي ما يشوفش بالغربال يبقى اعمى العين. ايه اللي انت قلته ده؟ قلت ايه؟ ايه الغربال وايه اعمى العين؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى العين. ده مطلع اغنية جديدة ممكن يكسر الدنيا. الغربال. الو يا حسن، انت مش عارف اللي انا فيه؟ انا اتهرست تحت رجلين بلدوزر. وايه المطلوب مني اعمله دلوقتي؟ تخلص لي ألبوم مهرة مطربة الشباب. اقفل يا جلال، مع السلامة. استنى ما تقفلش، ابوس ايدك. استنى يا حسن، قفل في وشي. احسن ايه انت كمان؟ ما تنقطينا بسكاتك يا بنت الحيسي. بنت الحيس اللي انت بتتريق عليها دي طلعت بتشوف احسن منك، واديك اهو وقعت في الاخر على جدور رقبتك. وريني بقى يا شاطر هتكمل ألبوم الست مهرة بتاعت الشباب دي ازاي؟ ايه يعني هو انا عويل؟ هكتب بنفسي. جرى يا ولية، اتهبلتي ولا ايه؟ تكتب بنفسك مرة واحدة وهتجيب مشاعر وأحاسيس ولا حتى لغة حسن أخوك منين؟ ما هو يا غبية، مدام أخويا يبقى متفقين في جينات واحدة، ومدام جينات واحدة يبقى اللي عنده عندي، بس أنا اللي ما جاتليش فرصة إثبات وجود جيناتي، فهمتي؟ لو على حكاية الجينات يبقى تدور على أي حد تاني ينفع لك أخ إلا حسن.
كأنه من كوكب وانت من كوكب تاني خالص. قل آسى في وكالة ناسا. قل آسى في وكالة ناسا. هتيجي معايا ولا لا؟ ما انت عارف يا صديقي، ما اقدرش اقول لك لا، وفي نفس الوقت خايف اجي معاك تكون نهايتي يا صديقي في تجربة معملية. خلاص ما تقعدش تبولق، خليك انت هنا، انا هروح لوحدي. يا حسن، انت فاكر انك رايح حديقة انطوني هادس؟ ده انت رايح الصحراء الغربية. اي مكان على الارض هلاقي فيه الدليل والاثبات هروحه، حتى لو كان في القطب الشمالي. ويا ترى انت عارف المكان اللي هتروحه ولا هتمشي تهيب في الصحراء حيث السحالي والتعابين والوحوش الضارية سواء كانوا بشرا او حيوانات غير أليفة؟ ايه يا عم انت قديم قوي، مفيش الكلام ده دلوقتي. هتيجي معايا ولا لا؟ والله يا صديقي قلقاسة. تقول لي قلقاسة انا ماشي. سلام يا بدوي. انتظر. طيب هتروح فين في الصحراء؟ هنروح وادي القمر. ويا ترى انت عارف المكان اللي هتروحه ولا هتمشي تهيب في الصحراء؟ يا عم بدوي، اعتبرها رحلة من رحلات الكشافة اللي كنا بنطلعها زمان. انت نسيت ولا ايه؟ مش كنا بنطلع كده في ايام ثانوي؟ واظن دي بقى حاجة منطقية، وسبق وعملت التجربة دي. ما كناش بنطلع يا حسن، جهجهوني كده، وما كناش بنبقى لوحدنا. اقل مجموعة كشافة كانوا 10، ويبقى معانا برضو دليل وناس مسؤولة عننا. يا عم احنا مش صغيرين يا بدوي، ده انت بص شنبك انا مش شايف وشك منه، انت كبرت خلاص. والتاني مرة بقول لك، لو انت مش قد الرحلة دي بلاش تيجي معايا من اصله. يا حسن، انت عارف قد ايه بعتبرك زي اخويا واكتر، وقد ايه بثق فيك ومتأكد ان ما تبحث عنه سوف تحصل عليه في يوم من الايام. يا بدوي عشان كده، وعشان العلاقة اللي بينا، وعشان نفسيتك الحلوة دي، انا اخترتك صديق ليا. وبرضو الناس بتقول ايه؟ قبل ما تختار الطريق اختار الصديق، وانا اخترت الطريق اللي مش عارف اخره فين. طيب نعرف بدايته الاول وبعدين نبقى نفكر في اخره. طيب هنركب من هنا لحد الوادي الجديد، وبعد الوادي الجديد هنوصل الواحات، وفيها هندخل الصحراء الغربية. ومن الاول خالص الرحلة دي عاوزة واحد قلبه جامد وعنده ثقة في نفسه واحساس بالمسؤولية. لا، كل الحاجات دي مش موجودة فيك. اهو كله الا حكاية المسؤولية دي يا حسن. مش قلت لك اشمعنى؟ قبحة المسؤولية. قبحت؟ ايه قبحة المسؤولية؟ ليه بس يا بدوي قبحة المسؤولية؟ المسؤولية احد اهم الاسباب لرفضي لفكرة الزواج، خوفا من المسؤولية فهي مهلكة. اللي ما يشوفش من الغربال عمال على بطال يبقى البعيد أعمى، يبقى البعيد أعمى. مش شايف الحلقان ولا سامع رنة الخلخال ولا دقة الحسن والجمال على خدودي وعلى دقني. يشوفني ما يعرفنيش ويعمل قال ايه شايفني، ويتلخفن ويتكعبل ويتبرجل ويرجع يمسك الغربال وما يشوفش. ما هو عيني عليه ما يعرفش ان البعيد اعمى، ان البعيد اعمى. هايلة يا جلال. شفت ازاي؟ طب ايه بقى، نفس السعر ولا هنحمرق المرة دي ونفاصل؟ استنى عليا شوية. دي يا جلال ما تتغناش، دي تتقال إلقاء بس زي ما انت قلتها كده بالظبط. صعب عليا قوي. ازاي؟ اقول ازاي بيتبرجل ويتكعبل ويتخلفن ويتغربل والبعيد اعمى؟ ان البعيد اعمى. ايه مش معلش بعد اذن حضرتك ارد على الموبايل. اتفضل. الو، اهلا يا منيرة يا بنت الحيسي، اتحفيني باخبارك، اتحفيني. الحق يا جلال. ايه الحق ايه؟ اخوك حسن يا جلال. ماله حسن؟ ساب البلد وطفش. طفش راح فين؟ قل آسى في وكالة ناسا. قل آسى في وكالة ناسا. مين فيكم حسن ولا أسد؟ انا. تعال معانا. طب بس مش تقولي الاول اجي معاكم على فين؟ دلوقتي هتعرف. لا انا لازم اعرف دلوقتي، واظن ان ده سؤال منطقي وحتمي. طب شم دي كده. وانت؟ ماذا؟ أنا ماذا؟ ايه مالك؟ مالي لا أملكه، وصديقي بين أيديكم، افعلوا به ما شئتم. بس ده لا يمنع انك تيجي معانا. إلى أين؟ دلوقتي هتعرف. يلا بقى.
مالك يا جلال؟ اخويا حسن طفش. يعني ايه طفش؟ زهق من الدنيا ومن ناسها. اخوك ده قد ايه؟ 28 سنة، عيل يعني. طب وناوي تعمل ايه؟ لما نخلص كلامنا ابقى اروح اشوف هعمل ايه. لا دلوقتي وانا جايه معاك. انت بنفسك هتدوري معاه؟ عندك مانع؟ لا ما عنديش، بس مش عارف هنبدأ عملية البحث منين. نبلغ البوليس. لازم يفوت عليه 24 ساعة عشان نبدأ عملية البحث عنه، بس ده لا يمنع اننا نعمل محضر بالواقع. اتفضل. المتغيب اسمه ايه؟ حسن حسين قلقاسة. قلقاسة؟ بتشك في حاجة معينة او في حد معين؟ اهلا يا قلقاسة. انت؟ طول ما انت ماشي في سكة الحجر وبحثك طول ما هتلاقيني قدامك على طول. طب وانت ايه قلقتك؟ ده شغلي. ايوه يعني اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ كل ما هو مختلف، كل ما هو نادر، والحجر نادر وانت شخصية مختلفة. طب وعاوز مني ايه دلوقتي؟ نشتغل سوا. هو في حد ممكن يشتغل مع حد بالطريقة بتاعتك دي؟ اللي هي ايه يعني الطريقة بتاعتي؟ بودي جاردات وخطف وتهديد. لا معلش، انا بعتذر لك عن الطريقة اللي جبتك بيها، وخصوصا بعد رفضي لفكرة جوازك من بنتي. وده موضوع انا نسيته خالص. ها عاوز ايه تاني؟ ما انا قلت لك نشتغل سوا. نشتغل سوا في ايه؟ اظن دي حاجة غير منطقية. انا عارف انك انت بتفكر تروح وادي القمر. ايوه خلاص انا هطلعك الرحلة دي، واي حاجة هتطلبها هوفرها لك. وايه المقابل؟ اي اكتشاف ليك يكون لحسابي انا. اللي انا بدور عليه للأسف ما ينفعش يكون مصلحة لا ليا ولا ليك. امال يكون مصلحة لمين يا قلقاسة؟ وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. همد ايدي لفوق في العالي وجايز اشب كمان شوية، هوصل للكوكب اللي في خيالي، وحسبت لكوا يجي كام نظرية. شارك بالتمثيل محمد عبد الحليم، محمد جبريل، عادل خلف، جلال الهجرسي، صفوة صبحي. التسجيل والمونتاج استوديوهات رايت ماركتينج. هندسة صوتية محمد عبد العظيم. مدير إنتاج يوسف الشربيني. إشراف فني رشا البنا. إنتاج رايت ماركتينج. قلقاسة في وكالة ناسا. تأليف محمود البزاوي. إخراج عبد المقصود محمد. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية، وده حال الكرة الأرضية، وده حال الكرة الأرضية.